من ولاية بشار انه يعني من ناحية عدل ثلاثة، السيد رئيس الجمهورية كان أسدى تعليمات من ولاية الجلفة أننا ننطلق نقوم بتحضير للانطلاق الأديال 3. فيه فوج عمل على مستوى الوزارة يعمل على هذا الأمر. نقوم بتحيين لي ديكري اكزيكوتيف اللي يعني يخلينا نقوم يعني اكزيكوتي الانستركسيون تاع السيد رئيس الجمهورية. يعني فوج العمل الآن هو يعمل على تحيين لو ديكري اكزيكوتيف. ما ننساش انه كل المواد يعني اللي تدخل في انجاز السكنات عرفت ارتفاعات. راح ناخذ هذا الشيء بعين الاعتبار. ثاني امر، الاكتتاب راح يكون يعني رقمي دون فاسون نيميريك. راح نمشي ما نديرش كما كانت في السابق. ما راحش يعني كل عمليه الاكتتاب راح تكون رقميه، صفر ورق. ما كونش يعني فيه الاخر نعتمد على راح نعتمد على لو نين، يعني لو نيميرو ديدونتيفيكاسيون ناسيونال، يعني الرقم التعريف الوطني، والنيميرو داسيورونس تاع المكتتبين. هذو هما يعني لي دو زيليمون دانفورماسيون اللي راح يولج اي مواطن باش يدير الاكتتاب في وكالة عدل. ان شاء الله راح نكون عند حسن ظن المواطنين ولا كل شريحة من المجتمع اللي راهي في انتظار الاكتتاب لعدل 3، ونكون ان شاء الله نطبق قرار السيد رئيس الجمهورية انه قبل السداسي الاول تاع 2024 ننطلق في الاكتتاب ان شاء الله. في الاكتتاب بطبيعة الحال وفي الانجاز، لانه نفس فريق العمل هو يعمل على نشوف الارضيات ولا القطع الارضيه اللي موجوده على مستوى كل الولايات وين نقدر ننطلق في برنامج عدل 3. لا من ناحيه السن راح نبقى في نفس لي كريتير تاع ما فيش يعني حد تاع السن. لي كريتير تاع لاديال ما رايحينش يتبدلوا، راح نبقى في نفس لي كريتير تاع اديال 1 ولا اديال 2 نفسها اديال 3. نظن انه الفرق الوحيد هو انه يعني قيمه السكن بالك فيه تغيير، لانه نشوف انه يعني المرحله الاخيره في المرحله هذه فيه ارتفاع بالنسبه لقيمه المواد اللي تدخل في بناء السكنات، وناخذ بعين الاعتبار يعني المدخول المواطنين.